عملت مكرونة بشاميل، عايزة أقول لكم ما شاء الله تبارك الله تحفة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. شايفين ما شاء الله كمان الله أكبر عليها. لا هي بقى هبطانة بُصّوا ما شاء الله وطرية بقى وإيه، عايزة أقول لكم قمر، 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 جميلة أوي وطلعت تحفة بجد. يوم بقى تغيير هو يوم طبعًا الجمعة بالنسبة للي بيشتغلوا زي حالاتي كده. بييجي بقى يوم الجمعة ده بالنسبة لنا اليوم الجميل، الأجازة. طبعًا هو مش أجازة من الشغل، لكن من الشغل البيت شغل البيت طبعًا شغالين فيه، لكن الشغل بقى اللي إحنا بننزل نشتغل ده أجازة. فبندخل بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصبّح على بعض، ونعمل بقى كوباية الشاي اللي بتعدل الإيه، المزاج، ونقول صباح الفل، صباح الجمال، صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب جميعًا تكونوا بصحة وعافية، ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين طبعًا يوم الجمعة ده فيها ساعة استجابة، ففي كل وقت كده تدعوا عشان ربنا عز وجل إيه، يستجيب لكل الدعوات بتاعتكم، وتصلوا على الحبيب كتير، واوعوا تنسوا تقرأوا سورة الكهف، ده أساس يوم الجمعة إن شاء الله، ربنا يا رب ما ينسيكوا ولا ينسيني. أول حاجة لما جبنا الحلة الأولانية ديت بسرعة كده المية غليت، نزلنا فيها المكرونة تتسلق. بعد كده بقى الحلة اللي جنبيها على طول المية برضو لازم تغلي قوي، نزلنا فيها الايه، الفراخ اللي انتوا شايفينها دي، طبعا بعد ما نقعتها بمية وملح وسكر ومعلقة من الخل او عصرة ليمون زي ما تحبي الموجود عندك. طبعا انا بقى كنت خلاص شلت منها الريم وكل حاجة، وبدأت بقى ايه اقطع عليها بقى البصل زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا بحاول ان احنا بنختصر في الفيديو عشان بصراحة كلنا كده بنزهق وما بنحبش الايه الحاجات الفيديو يطول علينا، وانا لما بتفرج برضو على اي فيديو ما بحبوش يكون طويل. هنا بقى حطينا ايه، حطينا فلفل اسود، حطينا ملح مع البصلة، وحطينا كمان 7 بهارات. عندك بقى حبان حطي، عندك ورق لورا حطي اللي انت عايزاه حطيه، وطماطمايه كمان وكل حاجة، طماطمايه وجزرايه وتقطيعة البصل. جبنا هنا بقى حلة اللي احنا سلقنا فيها المكرونة، عشان تكوني عارفة انا ما غيرتهاش، انا بس صفيت منها المكرونة وشطفتها بس تحت المية، ما عملتش فيها اكتر من كده. وحطيت بقى زيت وايه وزبدة او سمنة الموجود عندك. وهنحط هنا ايه، هنحط هنا الدقيق عشان نعمل ايه، عشان نعمل البشاميل. في ناس بتجيب البشاميل جاهز، انا جبته مرة بصراحة ما عجبنيش، او بقى معناه الكيس صغير وما لا ما طلعش يعني الكمية اللي انا كنت حابة اللي انا عايزاها على الصينية. احنا بنحب يكون ما شاء الله البشاميل بتاعها يكون ايه، يكون كتير كده وحلو. هنا بقى بحمر الدقيق بتاعي زي ما اتفقنا في الزيت والايه والزبدة او الزيت والسمنة، لحد ما الدقيق بتاعي ما يحمرش قوي عشان الكريمة تطلع معاكي فاتحة. الكريمة تطلع فاتحة ازاي، ان انت لما تحمري الدقيق التحمير يبقى ايه على الهادي، يعني يبقى لونه مصفر بسيط قوي، تروحي بتنزلي على طول عليه بالايه باللبن. اللبن ما بيخليش الكريمة بتاعتك تطلع ناشفة. كنا زمان قوي، يعني زمان زمان كنا بنعملها اكتر حاجة الشوربة، ويا دوبك كوباية لبن كنا بنحطها فيها. لكن لما عكسنا وخلينا الكريمة بتاعتنا كلها كلها قصدي لبن، طلعت معانا بصوا بتطلع كده طرية وجميلة. باحط عليها بقى على حسب الكمية، أنا ما أقدرش أقول لِك كوباية دقيق، كوبايتين دقيق، أنا باعمل الكمية اللي أنا هاستخدمها واللي أنا محتاجاها. طب افرضي أنا عملت كتير وطلعت معايا كتير وأنا خلصت الصواني ولسه عندي كريمة، تحطيها في كيس وحطيها في الفريزر، أي وقت هتحتاجيها هتلاقيها. هنا بقى كانت اللبن بصراحة كله اللي أنا حطيته خلص. طب أعمل إيه؟ يبقى كده الكريمة باظت مني؟ لأ طبعًا، ما فيش حاجة في المطبخ بتبوظ أبدًا. حطيت عليها كبشتين كده من الشوربة، وكان الله بالسر عليه، ما فيش أكتر من كده. وهنا بقى مرقة الدجاج، وهنا الفلفل الأسود، وهنا الملح. ما باحطش على الكريمة بتاعتي إلا الكلام ده بس، مرقة دجاج، فلفل أسود، ملح، وكمان بشرة جوزة الطيب، ما فيش أكتر من كده. ولو جوزة الطيب مش موجودة مش ضروري، ده هي كده حاجة كده إيه يعني فرايحي زي ما بيقولوا. هنا برضو لقيتها جامدة شوية، قلت إيه أحط لها برضو كبشة إيه، بس خلي بالك النار تكون هادية جدا، خلي بالك النار تكون هادية قوي وانتي إيه
وأنتِ بتعملي البشاميل، خلصت معايا خلاص وبقت ما شاء الله زي الفل. طب افرضي أنا ما عنديش شوربة، أعمل إيه؟ تحطي مَيّة بس تكون مَيّة إيه، سخنة، ما تبقاش مَيّة ساقعة. هنا بقى جبنا حلة كمان وعملنا إيه بقى، هنعصّج اللحمة المفرومة. حطي معلقة زيت على معلقة زبدة أو معلقة سمنة وتشوحي فيها اللحمة المفرومة الأول، قبل ما تعملي أي حاجة. أول ما تفُك معاكِ وخلاص وتلاقيها بقى نشفت خالص من المَيّة اللي فيها، تنزّلي بقى عليها فلفل ألوان والبصل. طب ما عنديش فلفل ألوان، مش مشكلة، مش لازم، ما إحنا قُلنا المطبخ دوّة ما فيش حاجة بتبوظ فيه ولا في حاجة مستحيلة. البصل بعد كده بقى أحط 7 بهارات، أحط فلفل أسود، أحط شوية الملح، أحط جوز الطيب، بس كده، بس كده، ما فيش أكتر من كده، لأ ما فيش أكتر من كده، وادي الملح. نقلّبها بقى تقليبة حلوة وبعد كده نزوّدها بمَيّة سخنة. بُصّوا، يعني يا دوبك تغطّيها بسيط، تمام، وتسيبيها خلاص هي كده استوت، 10 دقايق وتلاقيها استوت، الحمد لله. سلقنا المكرونة، عملنا الكريمة، عملنا اللحمة، كل ده ما شاء الله ما بياخدش منِّك نُص ساعة. جبنا طبعًا الصينية بتاعتِك، ادهنيها من تحت بشاميل أو تحطّي عليها زبدة، تحطّي زيت زي ما أنتِ عايزة. وهنا بقى باحط عليها طبعًا زي ما أنتم شُفتوا كده، أنا باخد المكرونة واحط عليها كريمة، ما باعملش يعني في ناس بتحط المكرونة من غير كريمة وتقول لِك ما أنا كده هانزّل عليها كريمة. لأ، أنا باخد المكرونة النُص الأولاني باغرّقه كريمة وبعد كده أحطّه، وبعد كده أحط اللحمة المفرومة وآخد برضه الجزء التاني بتاع المكرونة أغرّقه كريمة وبعد كده أحطه من فوق زي ما أنتم شايفين كده. دي يعني أنا شايفة هو ده الصح، اللي بيطلّع لِك المكرونة طرية، ويطلّع لِك المكرونة مليانة من البشاميل كده وطرية وjuicy كده جميلة، بتبقى حلوة أوي. خلاص غطيناها كلّها بالكريمة. طب أعمل إيه، أجيب بقى كوباية لبن وعليها بيضاية أو بيضتين، طبعًا عاملة كميتين يعني كمية صينيتين، فزوّدت اللبن وحطيت بيضتين، ما حطيتش بيضة واحدة. الباقي هاحطه على الصينية التانية، وشوية فلفل أسود وندعة كده يعني حاجة بسيطة من الملح، وأروح عاملة إيه، وأروح مشرّبة من فوق الوش بتبقى جميلة جدًا، وعلى الفرن على طول. جبنا صينية تانية، اللي عملناه في الأولانية عملناه برضه في التانية، ما فيش أي اختلاف. برضه المكرونة باحطها الأول في الكريمة، بُصّوا ما شاء الله مليانة كريمة إزاي، شايفين؟ عايزة أقول لكم البشاميل يعني بسم الله ما شاء الله طلع طري وجميل أوي، وبسم الله ما شاء الله دخلناها الفرن، خرجناها بسم الله ما شاء الله زي القمر. قمر والّا مش قمر؟ قمر صح كده؟ يا رب الفيديو يكون عجبِك، ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. بس أنا عايزة أقول لِك كمان دلوقتي هييجي لِك المكرونة الصينية التانية، وكمان هاوريكِ الفراخ بعد ما عملنا، مش إحنا سلقنا الفراخ، معلش دي فاتتني بقى إن أنا أقولها لِك. بعد ما سلقنا الفراخ باعمل إيه، باحطها تحت الشواية، باحطها تحت الشواية. طبعًا أصلًا الفرن كان سخن، بسم الله ما شاء الله بُصّوا طلعت الله أكبر تبارك الله. بُصّوا ما شاء الله ولا هبطانة بقى ولا أي حاجة، بُصّوا حاجة كده تحفة من الآخر، جميلة ما شاء الله تبارك الله. خدنا بقى الفراخ حطيناها تحت الشواية وبعدين أنا بادهنها الأول قبل ما أدخّلها الفرن أو أدخّلها تحت الشواية، باحط في الفراخ إيه، بادهنها طماطم اللي هي الجاهزة أو معجون الطماطم اللي هو البرطمانات يعني. بادهنها بقى كده دهنة حلوة عشان تحمر معاكِ بسرعة، بس تخلّي بالِك وتركّزي معاها عشان لو نسيتيها لا قدّر الله معجون الطماطم بيحروقها بسرعة لو أنتِ نسيتيها. بُصّوا أنا هنا في لمحة كده طلعت الحمد لله فراخ زي الفل أهي، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله. المكرونة طلعت تحفة وجميلة أوي، اعمليها بالطريقة دي والله هتعجبِك أوي، أوي، أوي. وختامًا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وباحبكم في الله، واوعوا تنسوا اللايك.